انت يا عم الكتب دي كلها عناكب وصراصير وما حدش بيعمل اي حاجه في المكتبه دي غيري انا بقى بطلع كتب وانا بدخل كتب واتبهدل انا، انما هو ما يعملش اي حاجه. مخلص افندي ده فالح بس يقعد يقول لي ايه يا ده انا وانت ايد واحده، انا وانت ايد واحده، عامل زي بتوع المظاهرات يقعدوا يقولوا الشعب والشرطه ايد واحده، الشعب والجيش ايد واحده، ومحدش عارف الايد التانيه بتعمل فينا ايه. والله العظيم مبهدلنا معاهم وحاجه قله قيمه. انا كنت محترم عن كده. انا ايه اللي كابني هنا اصلا مش فاهم اي حاجه. مين؟ انت مين؟ انا جلده. مش فاكرني يا جلده؟ لا مش واخد بالي. ايه يا ابني مش فاكرني؟ انت مين يا عم ودخلني بلال الحلميه مش فاهم حاجه. يا ابني دي مالهم بنور، ركز في الوش. يا ابني وشك ما فيهوش حاجه ركز فيها. يا ابني افتكرني، مش انت ليك اخ سافر زمان الزقازيق؟ ايوه وما حدش يعرف الحكايه دي غير انا واخويا. اهو وانا عارف، يبقى انا مين؟ تكونش انت سواق البيجو اللي وداه الزقازيق؟ الله يخرب بيتك يا ابني، ركز شويه. هركز. مين يعرف ان انت وانت صغير كان عندك حسنه في بس ما حدش يعرف ان كان عندي حسنه في ودني غير اخويا. وانا عرفت، يبقى انا مين؟ تكونش انت الدكتور اللي ولدتني؟ يخرب بيتك. والله عايز اساعدك بس قول لي اسئله اسهل من كده. هبسطها لك على الاخر. ماشي يلا. مش انت بتبعت جوابات لاخوك اللي في الزقازيق؟ ايوه وما حدش يعرف الحكايه دي غير انا واخويا. وانا عرفت، يبقى انا مين؟ بس يبقى انت اخويا. يا غبي، انا البوسطجي اللي ببعت الجوابات لاخوك. ولما انت البوستاكي مسطعني وجاي ليه عامل لي دخله وقرفني وبتاع وانا ببيع الكتب ليه؟ قرفني ليه؟ يا عم زهقنا من جواباتك، حد يكتب جواب 80 صفحه؟ يا عم انت مالك؟ انا بحب اخد وقتي مع نفسي. ما تكلمه يا اخي، ما تكلمه في الموبايل، بتضايقنا احنا ليه؟ يا عم اخويا بيحب يسمعني، انت مالك؟ الله يخرب سيبني بيتك. والنبي عشان عايز ابيع شويه الكتب دولت. الله يصلح حالك. هي دي مكتبه مخلص بقى اللي انت عمال ترجع عنها في الجوابات؟ هي دي مكتبه مخلص. وراميك ايه الكتب ليه؟ مش فاهم. بص انا قلبي ارتاح لك وعايز احكي لك. اصل مخلص ده ندل قوي 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 قوي، مش عارف سموه مخلص ليه. ابوه قبل ما يموت قال له اوعى يا مخلص، اوعى يا مخلص تبيع الكتب. قال له عيب يابا، عيب ده انت ابويا موت وانت مرتاح. قال له انا موت. قال له موت يابا. ابوه مات كده. قال يلا نبيع الكتب ونفتح محل موبايلات بقى وتلعب معانا. انت برضه هتقعد ترغي زي جواباتك؟ اسكت بقى شويه يا عم ما طب اقول لك حاجه، موقف نتالا ليه تاني؟ قول لي يعني مخلص ده عمل ايه اخر حاجه ندال عملها معاه؟ هقول لك. ابوه قبل ما يموت على طول طرده من البيت. قام مخلص خرج بره البيت وكتب عليه مكتب الارشاد وبلغ البوليس. ندل سياسي قوي. انتوا كلكم اندال اصلا. يلا يا عم روحي. على الله تبعت جوابات تاني. يلا ادخل كده وانت شبه يلا. سقراط. يلا يلا. يلا اشكال مش عارف بيجيبوها منين. يلا يا كده عم حد يشتري منا اي كتاب كده ولا نعمل اي مصلحه. ايه ودي كتب حد؟ اهلا صباح الخير. صباح الخير يا مخلص. صباح الفل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يالا جلده. ايه يالا؟ ما خلصناش من الكتب اللي قلت لك لا انت عارفني اخلصك. ما انت عارفني افهمها في كل وضع. افهمها وهي طايره وهي بتعوم وهي بتسوق. انت اصلا مبهور بدماغي عشان كده بتجيبني اشتغل معاك. تقعد تقول لي يخرب بيت دماغك يخرب بيت دماغك. انا مش عايز رغي. تمام. انا عايز اخلص الكتب اللي في المكتبه دي. عايز احول المكتبه دي بقى اخيرا للمشروع اللي انا بحلم بيه، مشروع الموبايلات. يلا وانت يا جلده هتساعدني برضو في الموبايلات. ربنا يخليك يا ريس. يلا تبيع معايا شويه الكتب دول وبعد كده الباقيين دول هنخلص منهم. خلاص. انا هقول اي كتاب انت تقول بنص جنيه. ماشي يا ريس. واي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ عشان تاخده وتتعيلي دعوه حلوه، بدل ما تاخده ب2 جنيه وتدعي عليها دعوه وحشه. يطلع له واحد فلوته يقول لي هو في دعوه حلوه ودعوه وحشه. اقول له ده موضوع كده. ولا تعال. انا بفهمهم بس. هم فاهمين كل حاجه ما شاء الله، مالكش دعوه انت. تمام. انا اقول اي كتاب انت تقول بنص جنيه بس. تمام نص جنيه. واي كتاب بنص جنيه. ليه بقى بنص جنيه؟ مش ده موضوعنا رد على الفلوته اللي سالني من شويه هو في دعوه حلوه ودعوه وحشه. ولا بنص جنيه بس، ما تقولش حاجه تانية. تمام. عارف لو قلت اي حاجه تانية انت حر. واي كتاب بنص جنيه. 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 بنص جنيه.
كده بقى ب 80 جنيه يا ابني، انت كده هتطفش الزباين. بس انا قلت بنص جنيه لا بس. ما تقولش حاجه، بص قول انت اي كتاب وانا اقول بنص جنيه. اي كتاب بنص جنيه ليه بقى؟ لان انت لو خدته بنص، بص شفت بتضايق ازاي؟ بتصدع صح. بقول لك ايه، احنا مش عايزين نبيع لا بنص جنيه ولا اي حاجه، بس طب. عندنا كتب مهمه ممكن تتباع والله. نشوق قصر الشوق، بنص جنيه. السكريه، بنص جنيه. طبيبك الخاص بنص جنيه. لا طبيبك الخاص بنص جنيه ايه؟ لا لا لا، ده احنا كنا بنقف عليها طوابير يا ابني. ده كان زمان، دلوقتي من على النت تنزل طبيبك الخاص يقعد جنبك يحكي لك كل حاجه. يعني مش محتاجين نبيع الكتب. مفيش الكلام ده. انا قلت لابويا بقى الله يرحمه ايه حكايه الكتب دي، خلاص ادمت. هو ما سمعش الكلام وقال لي حافظ لي على المكتبه. مكتبه ايه اللي حافظ عليها؟ اذا كنت ما حافظتش عليه هو نفسه حافظ على المكتبه. ندل يعني. مين ده؟ ابوك يعني. شوف عايز المكتبه تقعد. حتى بعد ما يموت عايزها تقعد. بص اقول لك ايه، خد الكتب دي وشويه الكتب اللي في المكتبه كلها يالا كلها، وعايزك تديها لبتاع الروبابيكيا. تمام. ماشي. اعمل حاجه تاني. عايزك تروح للواد سيد رنة. انا متفق معاه هيبعت معاك سيديهايه عليها رنات جديده لسه ما نزلتش مصر، عشان اي حد بقى نزل له رنه نعمل له سكرين نظبط شغلنا بتاع الموبايلات بقى. طب انا بس هفهم حاجه صغيره قوي. انا اروح الاول بتاع روبابيكيا ولا اروح الاول لسيد رنة؟ عشان ما اروحش انا بمساكي فانت تقعد تقول لي انت بتصرف من دماغك وانت مش عارف. لا انت تفهمني كل حاجه وانا ماشي خلاص. نو هتاخد الكتب هتروح لمين؟ هروح لسيد رنة. لا هتروح لبتاع روبابيكيا هتديهم له، هتجيب الفلوس هتروح لسيد رنة تجيب من عنده السي دي. يا سلام مش دي. عايز ولا كلمه. يلا يا سلام دي سهله قوي دي. اروح انا لبتاع الكتب واقول له بتاع الحق اتكلم وانا مش ماشي فاهم مع انا نفسي كده. مستحمله ليه؟ انا مش فاهم مستحمله ليه. مخلص. ازيك يا مخلص عامل ايه؟ ازيك يا وزه عامله ايه انت؟ الحمد لله. انا اجرت فستان الفرح. اخيرا كويس ان انت لحقتي قبل ما نعمل الفرح النهارده. هو انت بتعمل ايه؟ انا بصفي المكتبه بقى، هحولها لمحل موبايلات. يعني تصفي مكتبة ابوك وتفتح محل موبايلات تحط فيه القرشين اللي حيلتك وفي الاخر نخسر وما نلاقيش حاجه؟ حرام عليك، ده احنا فرحنا النهارده. ايوه بدل الفرح هيبقوا فرحين، فرح انا وانتي وكمان المشروع الجديد بتاعنا بقى اللي هيكسر الدنيا. خلاص الكتب ملهاش اي لازمه. ايوه بس المكتبه معروفه وليها اسم وانت كده بتحط اسم باباك في التراب. اذا كان بابا نفسه بقى في التراب جت على اسمه اقفي جنبي. ما يجراش حاجه. وبعدين انا عايزك تقفي جنبي يا بت، عايزك تقفي جنبي. انا الشبكه اللي كنت جايبها لك بكام؟ ب 10000 جنيه. حلو. 10000 جنيه دي من فتره يعني زمان، دلوقتي الذهب بقى ب 25000 جنيه. 25000 جنيه دول يظبطوا لي المكتبه تبقى محل 100 100. بص احنا هنبيع الذهب ده وبالنص، انت 12 ونص وانا 12 ونص، اوضب بيهم ونبقى 100 100. نعم يا عينيا. انت قلبت على فيفي عبده مره واحده ليه كده؟ ما هو من كلامك. بص يا مخلص، دهب مش ببيع ولا بسلف. لما نتجوز يا حبيبي النهارده ابقى افكر، مش من اولها داخلي على طمع. تجهز يا عينيا وتجيلي في الميعاد. قال نصهم قال. مش كفايه انك هتتجوز وزه؟ عارف يعني ايه وزه؟ وزه يا ابني. ايه وزه بتبيض يعني ولا ايه؟ طب وبعدين؟ كويس ان هو دهب صيني ونخلص منها الحمد لله. بس مفيش حل غير الواد عربي. ولا عربي ولا عربي. نعم يا مخلص، عاوز ايه؟ تعالى عربي تعالى عربي. يعني تعرف طبعا ان انا فرح النهارده يعني. يا بختك يا اخي، بقى تاخد وزه اللي بحبها مني وتخطبها وتتجوزها كمان ومش عايزني ازعل منك. انت شارب جاز ولا ايه؟ يعني هو طبعا فرح النهارده ومحتاجك يعني في حاجه. انت استعديت مثلا الفرح؟ عارف وعملت حسابي. عملت حسابك ازاي؟ جبت ازازتين بيره تركيز 10% عشان اول ما اسمع الزفه بتاعتكم معديه وبتعمل تم تق 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 اشرب بقى واسكر وانهار زي الافلام، وتنزل اغنيه اعذريني في يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم عشان ما خطرش في يوم في بالي ان ابقى واحد منهم. وبعد كده خبط الكوبايه في الحيطه تنزل تتدغدغ مليون حته، وامي تقول لي كده كسرت الكوبايه يا حمار. اقول لها بعد تاخدني في حضنها وتطبطب عليا وتقول لي ما تعملش في نفسك كده، ده نايا اللي يبيعك بيعه، بكره اجوزك ست ستها. اقول لها ايوه يا اما انا لازم اتجوز ست ستها عشان ابقى راجل وست ستها. واقعد ابكي بقى. بعد كده اقعد ابكي انا بقى. يا ظالم يا ظالم يا ظالم.
ايه المونولوج الطويل ده يا ابني؟ ولا محتاج تعمل اي حاجه من دي، ولا تكسر كوبايات، ولا تشرب بيره، ولا اي حاجه. بص يالا، انت برضه صاحبي وانا هعمل معاك واجب. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ وانا لسه قلت هعمل معاك واجب. هو بص انت ايه، انا كنت شاري للبت وزه شبكه ب 25,000 جنيه. ادفع انت 30,000 جنيه يا معلم واديك وزه واعمل لك تنازل في الشهر العقاري. انت بتتكلم بجد يا مخلص؟ ايوه. قلب الصغير لا يحتمل هذه المفاجآت. عيب يا ابني، انا عمري هضحك عليك. غير كده بقى، بدله الفرح هديه مني ليك. والله بجد؟ ايوه، انت هتروح للراجل الترزي هتديله 3000 جنيه وتاخد البدله. الف مبروك، هذا عربي. حقيقي انت اخ. وحقيقي انت عبيط. بس ايه ده؟ نمرة غريبة. احضر عند المطار عشان تستلم السي دي. كلمة السر: الحياة حلوة، لا الحياة حمراء. ايه ده؟ اكيد سيد رنا، بس سيد رنا انا مسجل اسمه. امال ده اسم مين؟ دي نمرة مين؟ مش اشكال. ولا جلده جلده. طلباتك يا مخلص، امرك يا مخلص، امرنا مخلص، لين اجي لك على طول يا مخلص. انت بتنتهي يا مخلص ولا ده؟ انا بنده. بص، انت رحت للسيد رنا؟ لا كلمته بس طلع تليفونه مقفول، او ربما يكون مشغولا، او ربما يكون خارج نطاق الخدمه، او ربما هو يكون قافله مثلا وبياخد دش. يعني عموما انا بفترض يعني. لا ما تفترضش، اصل الافتراضات مش هتخلص. ممكن اقعد جنبك يومين هنا. صح. هو واضح ان غير نمرته وبعت لي رساله، قال لي اروح استلم السي دي من عند المطار. بيقول لك تحت المظله كلمه السر: الحياه حلوه، لا الحياه حمراء. هو قال الحياه حلوه لا الحياه حمراء؟ ده بيهزر بقى. بيهزر. والله اروح انا بقى اجيبها لك ولا انت تروح تجيبها؟ ما انا مش هينفع اروح اجيبها عشان الفرح بتاعي. لا، وانا صاحبك ده بضفاير، تقعد انت زي البرنس تجهز الفرح، اروح انا اجيب لك السيديهايه. ماشي يا عم، وانت برضو روح معاه فهمه هيعمل ايه بالظبط. زي ايه؟ طب تعالى انت قول لي في الطريق برضه عشان ما انساش. بص، انت ما تروح له هتقول له الحياه حلوه، تمام. هو يقول لك لا الحياه حمراء. قول له تمام. فين السي دي. انت رغاي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم ونبقى يلا النبي الصلاة زين الصلاة زين عرفتنا حلوة وجميلة وجحيلة العين الصلاة زين وجميلة العين الصلاة زين. والآن مع الفقرة الأكثر إثارة في فرحنا النهاردة، ويا بنت جمالك قفشني ويا سجدت العلايا ربنا بصدرك دوشني خليني بس. لما أنت عيان بتنزل الشغل ليه؟ قوم 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 كل في داهية، قوم قوم حسبي الله، كل فرح تبوظه. قوم امشي امشي. يلا نستأنف الفرح. افرح يا عروسة على العريس، يا عروسة يا عروسة على العريس، روسي يا عروسة على العريس، النبي يا عروسة على العريس، النبي يا عروسة على العريس، يلا يا عروس. يا عم بالعافية الفرح ولع مني يا حبيبي. يلا يلا يا متشكرين قوي يا جماعه ان جمالكم في الافراح. الف مبروك يا وزه يا بنتي، الف مبروك. مبروك على ايه بس يابا؟ هو مخلص فين؟ انا عارف مخلص فين، وقافل موبايله من الصبح. طب مش عارفه اعمل تعبان ليه؟ انا حذرتك منه 1000 مره. العريس وصل وانزل يا جميل على الساحه واتمختر كده بالراحه، مالك طالع في العالي يا شاغل قلب ليالي امرك يا جميل. هو العريس حصان ولا ايه؟ مبروك يا وزاد يا مهجتي، امشي علينا كل حته في جتتي. انت بتعمل ايه هنا يا عربي؟ مخلص لو جه هيبهدلك. يبهدلني ليه؟ ما واخد الشبكه بتاعته وفيها 5 زياده، وقال لي حلال عليك وزه بالهنا وبالشفا وكلها بقى وكده، وعمل لي توكيل في الشهر العقاري. يا مسكتي توكيل؟ توكيل بالبوس وبالاحضان
خلاص بقى خلاص بقى يا عم انت، انا قلت لك مخلص ده ندل من الاول ما صدقتنيش. دلوقتي احنا ما قدامناش حل غير احنا نقبل بالرجل التنين ده عشان الفضيحه. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ هي العروسه حامل ولا ايه؟ ده مخلص مفهمني ان هي فابريكا جوه وبره، استعمال طبيب يعني. طيب يا ابني هو ما ضحكش عليك ولا حاجه، كل ما في الموضوع ان العروسه كسره زيرو مش اكتر. مبروك يا عربي، الف الف مبروك والله. تمام يا ضوء يا مزيكا. اسكت يا عم انت وهو، اسكت يا عم انت وهو، وانت يا ست خش جوه، انت يا ست خش جوه، اسكت يا عالم بالراحه. العريس عريس ريس عروسه عروسة. كانت خطيبتي ابتي وراحت لصاحبي صاحبي بالهنا والشفا شفا والبس وافرح يا عروسه. انا يا عريس جبت لك ايه بقى معايا؟ جبت لك السي دي او الاسطوانه المدمجه، حسب ثقافه كل حد. في ناس بتقول عليه سي دي وفي ناس بتقول اسطوانه مدمجه، انما في ناس بتقول لك هات البتاعه دي وتريح دماغك. يعني انت جبت البتاعه دي خلاص؟ طب متشكرين قوي. تعال نبص عليها. دي عليها بقى الرنات، هننزل رنات مش هتبقى موجوده في اي حته. طب والنبي ممكن تنزل لي نغمتين، واحده لاليسا والثانيه لاليسا. اصبر بس اصبر. انت رحت المهم الراجل قلت له كلمه سر واداها لك؟ قلت له الحياه حلوه، قال لي لا يا عم الحياه حمراء. قلت له لبنى عسل عامله ايه؟ سلم لي عليها، دي سكر قوي بموت فيها والله. لبنى عسل دي بص. ما سالتوش على تياترو مصر؟ لا ايه تياترو مصر ده؟ طب شوف مين اللي هيقبضك. شوف ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا نهار اسود. ايه السي دي؟ في حاجات قبيحه ولا ايه؟ قبيحه ايه؟ ما لو حاجات قبيحه كنت اتفرجت انا وانت. امال انت ايه؟ جبت السي دي ده منين يالا؟ هو اللي قابلني في المطار وقلت له كلمه سر اداهولي على طول. يا نهار ابيض، ده السر ده عليه اسرار مهمه جدا للبلد، وفي شخصيات مطلوب تصفيتها. الراجل ده تعرف اسمه؟ لا. طب هو ممكن تكون الرساله بتاعت السي دي جات لك غلط؟ جات لي غلط ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني انت رقمك اخره 57 اما هو بعتها الرقم اخره 58، او يكون مثلا مسجلك مخلص طح ام بعتها لواحد تاني اسمه مخلص فحت. يعني بتحصل دي اخطاء دايما في الرسائل. ليه بقى؟ لان انت عندك كل رساله دي اخطاء من 3 شركات. ممكن يقعد يرغي لمده 3 ايام. احنا نعمل لهم ايه بقى؟ نقول لهم ايه كده؟ 3 ايام وابعتوا لنا انتوا ناس الرسائل طبعا صح، عشان وراكوا مش كل اشغال، رساله تيجي زي فما ينفعش نقعد نستنى عليه. احنا ندخل على المشهد اللي بعده على ما هو يخلص رغي. خش يا معلم على اللي بعده. ليه بقى؟ لان انت ممكن تبعت انا رساله الحمد تطلع لله رساله ربنا غلط. كرمني وغيرت خلاص. وبعد ما غيرت الحمد لله المحل بتاعي بعد ما كان مكتبه بقى خلاص كمبيوتر وموبايلات. اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري اتحول وبقى كمبيوتر وموبايلات. نعمل ايه بقى؟ ولا جلده عمرك يا مخلص. ايه ده؟ نظف المحل يالا كويس يالا. انت مستني حتى يا مخلص؟ انت مالك؟ انت مستني حد ولا مش مستني حد؟ خليك في حالك. انا اسف. طب يعني انا قدام الزباين كده انت ما بتتضايقش لما اقول لك يا مخلص انت عسل قوي والله؟ قدام الزباين لازم تتعامل معايا بشكل محترم. يعني تقول لي يا استاذ مخلص، يا حاج مخلص، يا مخلص بيه، يا باشمهندس مخلص. لازم تديني قيمتي، ما تقولش مخلص دي. تمام. فاهم ولا لا؟ تأمرني. لو سمحت يا خدامك. خدامك ويا باشمهندس مخلص ويا كبرنا يا مخلص واديني امتياز وما تقوليش يا مخلص. ولا روح هات لنا 2 حاجه بتاع. ماشي. طب استنى نشوفها عايزه ايه بعد كده هجيب لها. انت مالك انت؟ هنشوف تحت امرك. لو سمحت انا عايزه الزق شاشه. تلزقي شاشه؟ سكرين يعني؟ لا سكرين دي شغلتي ولا ايه يالا؟ ده شغلتك طبعا. احكي لك حكايه على الموضوع ده. هو احسن واحد بيلزق في البلد ليه بقى؟ من كتر ما بيلزق حلو كانوا هيسموه امير. ليه؟ حلو ان انت فتحتي. ليه؟ كان ممكن تضحكي وتقفلي الموضوع، انما انت عايزه ترغي. يعني من كتر ما بلزق هيسموني امير؟ بجتهد والله. ما تجتهدش، مش عايز اجتهاد. بلزق وخلاص، وانت ما تلزقش الناحيه دي. اتفضل روح هات لنا 2 حاجه ساعه عادي. اجيب 2 تاتوله؟ تاتوله؟ 2 تاتوله كده بشاليمو تقعد برنس.
طب ماشي يا عم، هات تاتوله. وعندك احلى 2 تاتوله. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي حضرتك، ارتاحي وانا ثواني الزق لك السكرين اللي انت عايزاه. ازيك يا مخلص؟ عامل ايه يا مخلص؟ ايه ده؟ حضراتكم مين؟ اهلا وسهلا. الحياة حلوة؟ لا الحياه حمراء. هو حضرتك؟ جنكاز شيبوبسك نملة كيمة حنين التربق اتفنشر. كلاكسي ولا عادة؟ انت كلاكس ولا عادة؟ هو ما قالكش فين بالظبط؟ انت مخلص؟ ايوه مخلص. امال مش فاهم ليه؟ فاهم بس عامل مش فاهم يعني. انت مش عارف احنا مين؟ انا حضرتك المطار، حياه حلوه، حياه حمراء، سي. انا عزة العلايلي. عبد العزيز مخيون. عبد العزيز، اهلا وسهلا. دي اسامي يعني بتحاولوا تتخفوا فيها. واضح انك مستنينا. طبعا يا باشا مستنيكم. الشمبورة في الجرنيطة بالعن كراكة. فين الاسطوانة اللي وقعت في ايدك بالصدفة؟ هو دي ترجمه اللي هو قاله؟ بالظبط كده. حضرتك ما فيش حاجه في الدنيا دي صدفه ابدا. انا ربنا وقع السداهيه دي في ايدي عشان اعرف اللي انتوا بتعملوه، والاسرار بتاعت البلد اللي انتوا حاطينها، والشخصيات اللي انتوا عايزين تختلوها. ايه ده، انت عارف كل حاجة ولا ايه؟ طبعا عارف كل حاجه. بس كله بالحجارة. دبوا لبستك الجداح. هنديك 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ يمكن يا باشا لو انا ما كنتش شفت اللي موجود على السي دي كنت ممكن اخد اقل من كده، لكن اللي على السي دي ده مصيبه سودة. عايزين تبيعوا البلد ب 100,000 جنيه، حتى وانتوا بتبيعوها مش عارفين قيمتها. يعني ايه؟ يعني يا باشا دي مصر يا باشا، ما ينفعش اخد اقل من مليون. مليون جنيه؟ لا $1,000,000. نعم. ايه $1,000,000؟ دي مصر يا عم، مصر يعني الاهرامات، يعني النيل، يعني الازهر بارك، يعني حديقه الحيوان بالجيزه. ايه يا عم بتتكلموا في ايه؟ ايه يا عم؟ انت بتساومنا ولا بتنشط السياحة؟ هتدفع المبلغ هديك السداهيه، مش هتدفع المبلغ السداهيه موجوده في مكان امين، ولو حصل لي حاجه هتتمرمطوا. ولعلمك عبد الرحيم علي لو خد خبر بالسداهيه دي في الصندوق الاحمر بتاعه هيمرمطكم. بقى انت مخلص انت؟ ده انت طلعت اوطى مننا. جنكاز شيبوبسك نملة كيمة حنين التربق اتفنشر. كلاكس ولا عادة؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ سمعتي ايه؟ انا سمعت كل حاجه. لا لا لا، سمعت كل حاجه. انت كنت عايزه سكرين. السكرين بتاعتك اهي جهزت حضرتك، اتفضلي، ومش عايز ال 15 جنيه. يعني ايه؟ يعني ايه اسمع مؤامرات واغتيالات ووطن بيضيع وصفقه ب1,000,000 وتقول لي خد السكرين؟ عايزني اموت ضميري؟ امال عايزه ايه يعني حضرتك؟ انا اسمع سيره الفلوس اتجنن. انا عايزه نص مليون. نص مليون جنيه؟ $1,000,000. نص مليون دولار ليه؟ وانت عملت ايه يعني؟ وانت عملت ايه يعني؟ انا الصدفه وقعت السي دي في ايدي. وانا الصدفه خلتني اقعد هنا واسمع. يا بنت معاك في الليله ولا لا؟ ماشي افكر. لا فكر بسرعه. سي دي زي ده عبد الرحيم علي لو شم خبر عنه هيدفع عمره كله عشان يعرضه عنده في برنامج الصندوق الاخضر. فكر كويس ورد عليا بسرعه. سلام. ولا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ ماشي نفكر ونشوف ايه اللي هيحصل، بس اكيد هنلاقي حل.